بسم الله هنبدأ المذاكرة. يلا بينا. كل ده يا هلا يا هلا، اهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة اخر يوم في السنة والحلقة الاخيرة من الموسم الاول. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن التوتر وازاي نفرق بين القلق والتوتر وايه انواع التوتر واسبابه. النهاردة بقى خلينا نشوف مع بعض الحلول. يلا بينا. قبل ما نبدأ في الحلول، عارفين ان في ناس عرضة للتوتر اكتر من غيرهم، بس ده مش مبرر انك تفضل عايش في قلق على طول. كل حاجة وليها حل. اكتر ناس عرضة للتوتر هما اول حد الناس اللي مش بتاخد دعم معنوي ولا اجتماعي كافي ابدا. 2 اللي بيعانوا من سوء تغذية سواء مقصودة او بسبب ظروف اقتصادية. المقصودة اللي هي مش بيتبع نظام صحي لكن بيمشي في طريق التجويع. الجوع من الأسباب المهمة اللي بتخلي الإنسان متوتر بصورة كبيرة. 3 حاجة عدم النوم بصورة كفاية. 4 الناس المرضى اللي بيعانوا من أمراض مزمنة أو أمراض صعبة. نسأل الله العفو والسلامة وندعو لكل مرضانا بالشفاء والعافية يا رب. 5 الناس اللي عندهم نظرة تشاؤمية للحياة عامة، اللي هو ماشي كده وحواليه سحابة سودة. خلاص خلونا نشوف الحلول بقى. اول حل واهم حل انك دايما تكون متعلق بالله، وانك دايما تكون عارف ان مهما كان السبب اللي دخلك في التوتر ده ربنا هيكون معاك. انت بس مطلوب منك انك تسلم امرك لله، لان في حاجات كتير ما نقدرش نغيرها او نتحكم في حصولها اصلا. وافتكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. تاني حاجة، شجع نفسك وعلي ثقتك في نفسك. ادي لنفسك الدعم الكافي واعتمد نظام المكافآت مع نفسك. يا ترى اتكلمنا عن مكافأة النفس دي في أنهي حلقة؟ قولوا لنا في الكومنتس. تخيلوا بقى كده واحنا بنعمل بحث عن أسباب التوتر لقينا ايه من ضمنها؟ لقينا ان من ضمنها ان تنظيم الوقت ده حل من حلول اللي بتخفف التوتر. فياريت بقى ما نكسلش ونشوف الحلقة دي. حل تاني، تمارين التنفس والاسترخاء. حاجة كمان، ساعد حد محتاج للمساعدة وممكن تبطل تهرب. الهرب مش هو الحل. من الحلول اللي بتساعدنا جدا على فهم مشاعرنا اننا نديها حقها بالمظبوط من غير ما نتجاهلها ولا نديها اكتر من حقها. الكتابة بقى، انك تكتب مشاعرك وتفهم ايه اللي خلاني عندي المشاعر دي. زي مثلا لو انت من الناس اللي لسه بادئه دايت او بتتبع نظام التجويع وماشي على دايت قاسي ومش مناسب ليك خالص، هتلاقي نفسك دخلت في توتر. بس لما تكتب وتبدأ ترتب افكارك هتلاقي ان السبب انك كنت جعان يا اسطى. بالنسبة للشخص التشاؤمي بقى اللي ماشي بالسحابة السوداء، هون على نفسك وفكر بإيجابية شوية. حاول تشوف الحلو اللي في كل حاجة. انا بقول لك حاول، هتلاقي السحابة دي مطرت والشمس المشرقة طلعت. من الحاجات اللي بتساعدنا على تخفيف التوتر حاجة كان بيعملها الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الرسل، اللي هي ايه؟ التأمل. حل كمان انك تاكل اكل صحي وتحافظ على التوازن في يومك. ده كمان بيساعدك على تخفيف حدة التوتر، وكمان تقدر تتحكم فيه لو حصل. لو حاسس انك متوتر انزل تمرين، مش شرط يكون في الجيم، لكن في اي تراك جنبك، اي مكان مناسب، ممكن تجري ممكن تمشي، هتخلص بإذن الله من التوتر. لو حاسس بتوتر كبير نام كويس. النوم مش هرب، النوم ده احتياج وانت لازم تلبيه بصورة كفاية لجسمك. حل من الحلول، شوف ناس بتحبها وقضي معاها وقت حلو. صدقني ده هيفرق معاك على المستوى النفسي جدا. لو حاسس انك متوتر ما تشربش حاجة فيها كافيين خالص، او ممكن تستخدم زيوت عطرية مهدئة ترشها في المكان اللي انت قاعد فيه او تحطها في شمعة، اي حاجة. الضحك، ايوه زي ما سمعنا كده، الضحك. عشان كده بتلاقي بعض الاشخاص لو متوترين بيدوروا على اي حاجة كوميدي يتفرجوا عليها. ده بيقلل التوتر بنسبة كبيرة، ولو عندهم مشكلة بيبدأوا يحلوها. من الحاجات اللي بتقلل التوتر انك تحضر نفسك كويس للموقف ده. يكون عندك مرونة كافية انك تتقبل النتيجة ايا كانت. او
برتقان. ايوه، قشر برتقانه، متضحكش لو سمحت. الرذاذ اللي بيطلع من تقشير اي برتقان او اي حمضيات ليه تأثير كبير جدا في تخفيف حدة التوتر. الحل الاخير، لو جربت كل الحلول اللي قلناها وما لقيتش اي نتيجة، فالافضل انك تروح لمعالج نفسي او لايف كوتش. كلهم هيساعدوك بتقنيات خاصة بيك وحلول مناسبة ليك انت، تقدر من خلالها تتحكم في ضغوطات حياتك وتتحكم كمان في التوتر. احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة، بس قبل ما نختم عاوز منكم تكونوا ممتنين لنعم ربنا علينا، وده من اهم الحاجات اللي لو عملتها كل يوم التوتر هيختفي من حياتك خالص. وبس كده خلصنا حلقة النهاردة. اشوفكم على خير ان شاء الله في البودكاست الجاي، اجابة اسئلتكم، وهيكون في مفاجأة معانا وضيوف مميزين. استنونا الحلقة الجاية. اشوفكم على خير. سلام.